آخر تطورات المطربة المصرية رحمة محسن. رفضت نقابة المهن الموسيقية في مصر التدخل في الأزمة التي تواجهها المطربة رحمة محسن. ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصدر بالنقابة قوله إنه لا علاقة لهم بهذه الأزمة، مؤكدا أن النقابة لا تتدخل في المشاكل الأسرية أو الزوجية لأعضائها. وتواجه رحمة محسن ضغوطا نفسيا شديدة بعد تسريب فيديو يظهرها مع رجل قيل إنه زوجها عرفيا. وكانت وثيقة مسربة قد كشفت عن زواج رحمة محسن من رجل أعمال مصري شهير في ديسمبر 2023 في حفل محدود بحضور عدد قليل من المقربين، لتنتهي تلك العلاقة بالطلاق بعد أشهر قليلة. وقد انتشر مؤخرا ما عرف بفيديو رحمة محسن مع رجل الأعمال بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلا كبيرا حول طبيعة علاقتهما. وأثارت تقارير إلى أن الزواج تم بعقد عرفي بعيدا عن الأضواء، التزمت خلاله رحمة بالصمت احتراما لرغبة الزوج في السرية. لكن الخلافات نشبت بعد مطالبتها بتحويل العلاقة إلى زواج رسمي والإعلان عنها، وهو ما رفضه الزوج، ما أدى إلى تطور الأزمة ووصولها إلى تسريبات ومقاطع فيديو شخصية خطيرة. وتعرضت رحمة لتهديدات بنشر صور ومقاطع خاصة بعد إصرارها على إنهاء العلاقة، مما دفعها إلى الابتعاد عن الأضواء مؤقتا. وعبرت رحمة محسن عن حزنها بسبب الأزمة التي تمر بها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ، وأن مستقبلها الفني بيضيع، رغم أن زوجها لم يرى مني إلا كل خير على حد تعبيرها. وفي هذا السياق دعا جمهورها إلى تحرك قانوني لحماية خصوصياتها، بينما أكدت مصادر مقربة منها أنها تمر بظروف نفسية صعبة وتدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي تلك التسريبات.